السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله كيكة اللي كتجي رائعة بالبرتقال، كتجي زوينة شهوة منها. نتمنى تعجبكم وتتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، واللي مازال ما اشتركش بالقناة اشترك بالقناة ويفعل الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. هنا في المقادير تنحتاجو 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بحرارة المطبخ، الا كانوا عندكم في الثلاجة فاكيد كتجبدوهم بواحد الساعة هكاك باش كياخدوا حرارة المطبخ، وضروري ما تغسلوهم. المهم كنبقى نضيف وحده بوحده، وكنزيد كأس ديال السكر دائما العبار بكاس ديال العنبة ما يعادل 100 غرام. كنخلط بالطراب اليدوي، ممكن تخدموا بالطراب الكهربائي، اما انا كنفضل الطراب اليدوي كيجيني ساهل. ممكن تخدموا باش ما بغيتو او ديروه في المونينيكس حتى هي كتجي مزيانه. المهم كنطرب كلشي مزيان حتى كيتخلط البيض مع السكر. من بعد غادي نضيف مبشور ديال البرتقاله اولا مبشور 2 برتقالات. البرتقال او الحامض كيعطي للكيك واحد المذاق زوين. هذا المبشور البرتقال او مبشور الحامض كيعطي مذاق الكيك مذاق رائع. المهم كنطرب مزيان. من بعد كنضيف كأس ديال الزيت، زيت المائدة العبارة بكأس العنبة، وكنطرب المكونات. المهم انا كنزيد المكونات وانا كنطرب في نفس الوقت، يد وحده خدامه ويد وحده كنضيف بها المكونات. وغادي نزيد ليمون او عصير البرتقال اللي كيعطي مذاق زوين الكيك. درنا مبشور البرتقال ودرنا عصير البرتقال. كنخلط الكل، وغادي نزيد ياغورت ديال الفانيليا. بالنسبه لعصير البرتقال درت نصف كاس، يعني نصف كاس ديال عصير البرتقال، ولكن تديروا غير ياغورت او ممكن تكتفوا فقط بعصير البرتقال. كيجي الكيك ديالنا فيه واحد المذاق رائع. غادي نستمر هكذا تنطرب حتى كنحس بالمكونات ديالي طربوا مزيان مزيان مزيان. من بعد غادي نزيد الدقيق اللي دائما كيف ما كنقول لكم يكون النوعيه الممتازه ديال الحلويات، وتغربلوه اكيد تغربلوه. المهم غادي نزيد انا كاس بكاس. الخليط ديال الكيك راه معروف كي داير القوام ديالو. غادي نزيد 2 اكياس او 2 خنيشات ديال الخميره الكيماويه بيكينغ باودر، خميره الحلويات، حتى هما غادي نغربلهم. هي كاين اللي كيديروه مباشره، ولكن من الاحسن تغربلوهم باش كتاكدوا بان داك ما فيهمش ديك الحبيبات. صافي كنبقى نغربل هكا الطحين وخميره الحلويات وتنطرب الطراب اليدوي حتى كنتحصل على الخليط او القوام ديال الكيك اللي كنعرفوا. يعني ما خصوش يكون ثقيل وما خصوش يكون خفيف، يكون هو هذاك. المهم كنبقى نضيف الدقيق حتى كنتحصل على الخليط المناسب ديال الكيك. هنا هزت لي بالضبط 2 كيسان ونصف بعبار ديال الكاس ديال العنبه. ممكن تهز لكم اكثر وممكن اقل، كيبقى على حسب نوعيه الدقيق، حيث الا كان الدقيق تيشرب ممكن تهز لكم 3 ديال الكيسان بالضبط. انا الا كان عندكم نوعيه جيده غادي تهز لكم 2 كيسان كما هزات لي انا ديال الدقيق. المهم غادي نستمر هكا نطرب الخليط ديالي حتى كنتحصل على الخليط المناسب. مباشره من غادي نتحصل على الخليط اللي بغي، الخليط ديال القوام ديال الكيك المعروف، غادي ناخذ المول اللي غادي ندهنو اكيد بالزبده ونرشو بالدقيق ونفرغ فيه خليط ديال الكيك ديالي. ودائما من كنفرغ الخليط ديال الكيك تنهز الاناء للاعلى، عاد كنكب الخليط ديال الكيك. وهنا باش كتعرفوا القوام واجد ديال الكيك ديالكم كديروا على شكل 8 تبقاو هكاك واحد ثانيه عاد كينزل. كيف ما قلت لكم هانتي كنفرغ خليط ديال الكيك في المول، والفران تيكون مسخن من قبل العافيه مهيله. صافي تندخل فيه الكيك ديالي
حتى كيطيب على خاطر خاطرو. تنحاولوا نعطيوه الخضر باش كيجينا الكيك ناجح 100%. كندخلو هنا الفران، تنخليه يطيب على خاطرو ونتلاقاو. نحضروا هنا الكريمه اللي غادي نزينو بها. عندي هنا نص كاس ديال البرتقال، عصير البرتقال، وغادي نزيد نصف كاس ديال الحليب، وغادي نزيد نصف كاس ديال السكر. ممكن تنقصوا السكر، ولكن هنا الليمون يكون شي شويه حامض من الاحسن ديروا السكر. ممكن ديروا 4 كاس ديال السكر. وغادي نزيد نكهه ديال حامض او نكهه البرتقال، ولا ممكن تستغناو عليها. وهنا معلقه صغيره ديال النشا او المايزينا. صافي، وغادي نطرب كلشي مزيان ونديرهم على نار مهيله. واكيد تنخلط. ما ننساش هنا درت مبشور ديال البرتقال 4 معالق صغيره ديال مبشور البرتقال. غادي نديرهم على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى كيبدا يعقد لي شي شويه الخليط، ونطفي عليه. هذا هو القوام ديال الخليط كيف ما شفتوا راه باقي سخون. بما خرجت الكيك غادي نزينوا به الكيك ديالنا. هنا الكيك ديالنا من بعد ما خرجتها من الفرن تحمرات لي شي شويه من الفوق، ولكن معليش صراحه عاديه، في الكاميرا كتبان بحال محمره بزاف. صافي، غادي نقلبها في الطبسيل او في صحن التقديم. غادي ناخذ داك الكريمه ديالي ونزينها من الوجه ديالها. ممكن تزينوا باش ما بغيتو، غير الكونفيتير والكوك، المربى والكوك. المهم انا اختاريت هاد الصوص هذه اللي كتعطي واحد المذاق زوين. غادي نحاول ندهن لها الوجه ديالها كامل بهاد الصوص هذه، او ديروا الكميه اللي تقدكم وصافي. ما بغيتوش ديروها كامله ممكن. المهم انا ما درتش كامله، درت كميه اللي تقدني هكا في الكيك. صراحه هاد الصوص هذه كتجي بنينه وكتجي زوينه. صافي، وتنزين هنا زينت بكاوكاو كونكاسي. ممكن تزينوا باش ما بغيتو التزيين تيبقى على حسب الرغبه. وغادي نزين مبشور البرتقال حتى هو كيعطي تزيين جميل. كما قلت ممكن تزينوا باش ما اختاريتو، باش ما بغيتو ممكن تخليوها غير هكذاك، لكم حريه الاختيار. المهم انا زينتها هكذا. وكيكون الكيك ديالنا وجد، ولا فيديو ديالنا تيكون وصل على النهايه ديالو. نتمنى يعجبكم لا فيديو. صراحه الكيك كتجي رائعه وكتجي طالعه ومفششه، تجي زوينه بزاف. المذاق ديال البرتقال طاغي عليها، كتجي غزاله. نتمنى تجربوها وتعجبكم. الا عجبتكم الوصفه اكيد شاركوها، ونتمنى تشاركوها مع الاحباب والاصدقاء. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.